البرج قال لي عالبخت يلي حيران تملي. البراج دي بينها وبيني علاقة شخصية، الثور حبيبي والحمل أقرب صاحب ليا، والدلو بينه وبيني قرابة عائلية. برجك مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أهلا بيكم مستمعين على راديو كامت وحلقة جديدة من برنامج برجك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن واحد من الأبراج اللي بنقابلها وبنحاول نفهمها ونفهم طباعها، برج الأسد. كل المواليد من أول 23/7 ل 22/8 يركزوا معانا كويس جدا، هنكتشف مع بعض صفاتكم ومميزاتكم وكمان عيوبكم. تعالوا نبدأ بالصفات العامة لبرج الأسد. الأسد لازم يكون زعيم أهله وأصحابه والقريبين منه، ساكت وهادي وبيفضل مخبي جواه لحد ما يلاقي الفرصة إنه يبقى الزعيم فعلا، لأنه ما بيرضاش بأقل من كده. هتلاقيه بطبعه بيحب القيادة والسيطرة. كل إنسان ينتمي لبرج الأسد هتلاقيه مقبل على الحياة ودمه خفيف، يخليك تحب تصاحبه وتكون قريب منه، لأنه بيلفت الانتباه بسرعة سواء اتكلم أو لأ. بيعرفوا ينظموا وقتهم وشغلهم، ومن كتر صراحتهم ممكن اللي حواليهم يتضايقوا منهم. مولود الأسد على طول هيفكرنا بالعصور القديمة، لأن الملوك زمان كانوا بيعيشوا حياة البذخ والإسراف وحب الحياة. أو هو ده بالظبط برج الأسد، كريم ومعطاء بشكل غير عادي وما بيعرفش للحرص أو البخل طريق. كمان هتلاقيه صديق ودود ومخلص وبيقف جنب الحق. لو عايز تعرف هما مهتمين بيك ولا لأ، يبقى هتلاقيهم بيقدموا لك هدايا وما بينسوش المناسبات المهمة، لأنه بيحب اللي حواليه وبيهتم وبيحس بيهم وعايز يشوفهم دايما في أسعد وضع. لكن برضو هتلاقيه غير صبور في الحياة اليومية، يعني ما تاخدوش معاك مثلا في عيادة، لكن برضو هتلاقيه غير صبور في الحياة اليومية. مثلا ما تاخدوش معاك في عيادة دكتور وتطلب منه انه يستناك او يقعد فترة من غير ما يعمل حاجة. من عيوبه القاتلة بقى التسلط وحب السيطرة والأنانية وحب التملك والغيرة. ايه رأيكم لو رحنا للراجل في برج الأسد؟ رجل الأسد عنده هيبة، بمجرد بس انه يدخل في اي مكان صعب محدش ياخد باله، لانه مليان حماس وطاقة ايجابية. من طبيعته وطبيعة البرج اصلا انه قيادي زي ما قلنا، عشان كده بيعرف يخلي اللي حواليه يكونوا تابعين ليه. هتلاقي كمان الراجل في برج الأسد طموح ومفتح دماغه كده وثقته في نفسه عالية. من عيوبه إنه بمجرد ما ياخد قرار بيصر عليه ويلتزم بيه لحد الآخر. ما تحاولش تفكر إنك تنتقد طريقة تفكيره، لأنه هيتحول لشخص عدواني في ثانية، هيبان عصبي لكن في نفس الوقت حنين. ندخل على راجل الأسد في الحب. بيدور دايما على الشريكة اللي مهتمة تشاركه المغامرات ورحلته في الحياة. وأول ما بيقع في الحب هنلاقي قدامنا واحد وفي ومخلص ومركز ومهتم وغيور، بس في المقابل بيحب يلاقي من شريكته نفس الشعور والحب المتبادل. خلصنا الراجل، ندخل بقى على الستات في برج الأسد. دول بقى ليهم صفات وعيوب ومميزات حلوة وغريبة في نفس الوقت. أول حاجة هتلاقيها صاحبة الضحكة العالية وسط أصحابها أو أهلها، بتحب تلفت الانتباه ليها لأنها مرحة وبتضحك كتير. لكن ربنا يستر لو حد ضايقها أو أزعجها، هتلاقيها عبرت عن غضبها بطريقة بشعة في نفس اللحظة. الستات في برج الأسد أقوياء واضحين، عندهم صراحة مبالغ فيها، وزيد بقى على كل ده ثقة في النفس عالية جدا، لدرجة إن ممكن لو حد مش عارفها هيقول إنها متكبرة أو مغرورة. في شغلها هتلاقيها في منصب قيادي وعندها مهارات وقدرات خاصة بتتفوق بيهم على كل اللي حواليها. من الآخر ممكن تعمل المستحيل عشان توصل المناصب القيادية والمؤثرة. طب ما تيجوا نشوف بقى الستات في الحب عاملين إزاي. مش هتزهق ولا هتمل من ست الأسد، لأنها بتحب العطاء والاهتمام بكل التفاصيل. الحياة معاها زي المغامرة، فيها إثارة ودايما متجددة. آخر حاجة معانا في الحلقة النهاردة، حلقة برج الأسد، هي التوافق وعدم التوافق. هنشوف مواليد الأسد متوافقين مع مين ومش متوافقين مع مين. مع برج الحمل
العلاقة قوية لأن الأسد بيعجب بشجاعة الحمل وبيشوفه شخص مكافح، وعشان الأسد أقل اندفاع من الحمل فده بيحقق توازن في العلاقة بينهم. مع الجوزاء علاقة ممتازة جدا عشان الأسد بيشوف الجوزاء شخص متفتح ومفكر ومتجدد، وده بيتناسب مع طبيعة الأسد. أما بقى الأسد مع اللي زيهم الأسود اللي زيهم هنلاقي علاقة تنافسية جدا لكن فيها روح رياضية زي ما بيقولوا، كل طرف بيشوف التاني بشكل وبنظرة محترمة فيها إعجاب. مع الميزان علاقة ممتازة، وأهم ميزة فيها إن الأسد بيشوف الميزان شخص مستمع ومجامل، والأسد بيحب دايما اللي يشكر فيه ويقدره. مع السرطان علاقة سلبية، الأسد بيشوف السرطان محبط ودايما خايف من المجهول، ودي ضد طبيعة الأسد. مع الثور علاقة فيها حيرة مش مفهومة، يعني ممكن تنجح وممكن تفشل لأن الاتنين أصحاب شخصية قوية وقيادية بس مختلفين في الأداء. الثور بطيء في تنفيذ خطواته والأسد سريع وحاسم. الأسد مع العذراء علاقة مش متوازنة ولا ناجحة، الأسد مش بيتحمل ولا بيقبل نقد العذراء اللاذع طول الوقت، ولا بيهتم الأسد بأدق التفاصيل اللي بيهتم بيها العذراء، فالعلاقة بتكون مليانة مواجهات وصراعات. مع الحوت علاقة متوترة لأبعد درجة لأن طبيعة الأسد مكافح ومحدد لأهدافه، لكن الحوت عايش في أحلامه وخيالاته. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج برجك، عرفنا فيها أسرار ومميزات وعيوب كتير عن أصحاب برج الأسد. استنونا الحلقة الجاية لراديو كامت في برنامج برجك، أسرار كتير وخبايا أكتر في عالم الأبراج. راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع برجك مع شذى الجمال على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.